اهلا بيكم في حكايه جديده من حكايات رياكت. بعد ما عرفنا في الحكايات اللي فاتت ازاي نقدر نكريت بروجكت رياكت، ولكن كنا بنكتب كل حاجه في ملف HTML وبنقسمها في ملفات الجافا سكريبت، وكنا بنعمل كل ده بشكل يدوي. ولكن رياكت خلت الموضوع ده سهل جدا لانها موفره اداه بتعمل كل ده، وهي رياكت كرييت اب. دي مجرد اداه من MVM وهتخليك تقدر تستخدم مميزات كتير موجوده في رياكت، وبالتالي هتسرع شغلك. شد حيلك يا كتكوت. شد حيلك يا كتكوت. دم 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 دم. 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 تعالوا نكريت بروجكت بالاداه دي. هنفتح التيرمينال وبنكتب الامر التالي، وتقدر تغير كلمه ماي اب لاسم التطبيق بتاعك وليكن كودكس لاين، ونستنى شويه هنلاقيه كريت فولدر جديد وفي شويه ملفات كتير كده، ولكن مش هنحتاج نعدل على اي حاجه فيهم دلوقتي. وخلينا نحدد الملفات اللي هنعدل عليها باستمرار. اول ملف هو app.js، وكنا كريتنا في المثال اللي فات 3 كومبوننت وقسمناهم لاكتر من ملف، وهنعمل نفس الخطوات دي هنا برضو. وبعدين نيجي على الروت كومبوننت بتاعنا وهو الاب.js ونضيف الكومبوننت اللي كريتناها. وفاكرين في ال HTML كنا بنضيف سكريبت تاج لكل كومبوننت لما بنيجي نعمل له امبورت في الصفحه. هنا نفس الطريقه بالظبط. عشان اقدر اعمل امبورت للكومبوننت باجي على اول الصفحه بتاعه الكومبوننت اللي هعمل امبورت لكومبوننت تاني جواه، بكتب امبورت وبعدين اسم الكومبوننت ومسار ملف الكومبوننت، وبعدين هنروح على ملف الكومبوننت نفسه وبكتب قبل اسم الكومبوننت اكسبورت ديفولت، وما فاضلش غير اننا نشغل السكريبت. وساعتها باجي على تيرمينال وبكتب npm start، هنلاقيه فتح لي تاب في البراوزر، واي تعديل هتعمله على الكومبوننتس هيظهر بشكل مباشر على البراوزر بدون ما تحتاج تعمل ريفرش. وبكده عرفنا ازاي نقدر نكريت بروجكت رياكت باستخدام اداه من ادوات رياكت بدل الطريقه اليدويه. واشوفكم في حكايه جديده من حكايات رياكت، والسلام عليكم.